كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الإسراء والمعراج وكمان يوم الجمعة، وهنعمل رز بلبن ان شاء الله ونفرقه. طيب انا هعمل 4 كيلو لبن. هنحتاج لل4 كيلو لبن 3 مج رز وعليهم 4 مج مية. هنحطهم على النار لحد ما يستوي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنسيبهم على البوتاجاز لحد ما تحسي ان الرزاية استوت. نيجي اللبن ننزل عليه واحدة واحدة. انا هعمل 4 كيلو لبن، هنزل بكيلو لبن واحد، يعني هنزل الكمية واحدة واحدة، مش هنزل الكمية كلها. اهو استوى تمام. هنزل بكيلو اللبن الاولاني وهفضل اقلب في الرز. بعد ما تحسي ان اللبن استوى شوية او اندمج مع الرز، هتنزلي بالكمية التانية. ننزل بكيلو اللبن التاني وهتقلبي برضو. هتفضلي تقلبي فيه لحد ما تحسي برضو ان هو اندمج مع اللبن. في اللحظة دي هنجيب 2 كيس كريم شانتيه، لان انا عاملة كمية كبيرة، وعليهم نص كوباية لبن من اللي معانا قبل كده. هنقلبهم كويس عشان ما يكلكعش، وبعدين ننزل بيهم على اللبن ونقلب كله تاني مع بعض. الكريم شانتيه ده بيحطه في حتة تانية خالص، جربيه والله مش هتندمي. هنفضل نقلب. الحاجة التانية بقى اللي انا هحط الرز بلبن، وهيودي الرز بلبن في يعني هيبقى طعمه جامد جدا. هنحط قشطة بلدي. عندك قشطة بلدي اللي انت بتطلعيها من اللبن البلدي اللي هي بتبقى على الوش دي، حطيها. لو مش عندك اعملي زيي وهتروحي عند اللبان هتجيبي قشطة بلدي. طبعا مش عايزة اقولكوا الرز بلبن هيبقى نفس بتاع المطاعم بالظبط. طبعا عن تجربة بقالي فترة كتير بعمل رز بلبن، في الاخر الحمد لله استقريت عن الطعم بالظبط. هتحطي القشطة وبعدين هتقعدي تقلبي فيها لحد ما تلاقي ان كل حاجة اندمجت مع بعض. طبعا في الفترة دي انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت السكر. تحطي السكر طبعا حسب الرغبة، ده يعني انتي وذوقك. الرز بلبن هنا بقى خلاص كله اندمج مع بعضه. اخر حاجة قبل ما اقفله انا حطيت 2 فانيليا، كيس لبن فانيليا. قبل ماما كانت دايما تقولي قبل ما تقفلي على النار على طول هتحطي كيس الفانيليا، يعني يا دوبك تحطي الفانيليا من هنا وتقفلي على الرز بلبن من هنا، بيخلي ريحته في حتة تانية خالص. بألف هنا وشفا. طبعا انا هسيب لكم الفيديو بتاع التوزيع في الشارع زي ما هو على طبيعته، مش هنعمل مونتاج خالص. طبعا قعدنا ساعتين عشان ندور على صناعية. اصلا انا في عندنا مواقع هنا كتير بيبنوا عماير، فكنت بدور على الصنايعية نفسهم، مش بدور على الناس اللي قاعدة في الشارع. لاني دايما بحس الناس اللي قاعدة في الشارع مش محتاجة، ودي مهنة بتاعتهم، لكن الناس الصناعية الشقيانة التعبانة هي دي اللي انا كنت التارجت بتاعي يعني. طيب انا في المرحلة دي استنيت الرز بلبن يبرد خالص، وبعدين صبيته في العلب ديت عشان السخونية. هنصب كل الكمية وهنسيبه يبرد برضو شوية، وبعدين هنحطه دلوقتي في الشنطة وهننزل نوزعه. بألف هنا وشفا على كل اللي أكل، وكل سنة وانتم طيبين، يجعلها عادة ان شاء الله، ودايما نوزع في الخير. واللهم اغفر لأبي وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم امين. وامواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، واسيبكم بقى مع الفيديو في الشارع. كل سنة وانتم طيبين.
الموبايلات. نبحث. هي الموبايل بيعمل كده ليه؟ عشان قريب من الشاشة، قريب من البتاع. بصي عامل ايه، بيلعب. لهوي 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 مطر. شكرا. عايزين صنايعية، بندور على صنايعية، ناس صنايعية اللي بييجوا يشتغلوا باليومية. ان شاء الله نلاقي حد بإذن الله. بعدين في المطبات دي. معلش يا ميمي، معلش ميمي بتعاني معايا. الكاميرا ما شاء الله متتشافش. طبعا في ناس كتير. ممكن ندي للظباط دول. مش هيبقى. والله يمكن ندي. مش هيبقى. ندي والله. مش هيبقى. تلاقي الناس دي كلها يعني. ما ندي للظباط. ميمي اتكسفت. ايوه الغفير ده، الغفير الحلو ده. مش انا. دول غفرة. ايوه يعني ايه؟ ايه يعني ايه غفرة؟ انت تديله؟ انزلي اديهم. لا انت تديله. طيب عشان ننزل نديهم واحد كام اصلا؟ 3. خدي طب معايا. هاتي معايا. دول 4 المعالق. موسيقى. طب اظبطي البداية. اللوك يطلع حلو. الست لقيتها واقفة مستنياني بتبص عليا حبيبتي. الكبيرة دي؟ لقيتها واقفة مستنياني. مفيش صنايعية في الموقع ده. لا قدام. فاكرة هو الولد ده اللي اديناه الأسبوع اللي فات؟ ده شاب اصلا. ها؟ ده شاب. احنا عايزين برضو بتوع دليفري. ممكن نديله. عايزة اقف اعدل الكاميرا دي. اعتقد كده احسن. شكرا. احنا عايزين بوابين، صنايعية، عمال. الناس اللي بتبقى قاعدة في الشارع دي لا. ديليفري. دول شكلهم صنايعية صح؟ ممكن تسمحوا لنا نديكوا رز بلبن؟ نعم. ممكن تسمحوا لنا نديكوا رز بلبن؟ ماشي شكرا. بألف هنا. شكرا. لا فهم. يا رب يعجبكم بس. شكرا. لا ممكن نصور والله. النهارده مفيش حد في الشارع ليه؟ في واحد بتاع عصبية. ناس بتاع عصبة وراح يديهم يمين. تعرفي؟ لا. هما كام؟ انا معرفش. 3 تقريبا. كم؟ أنا واحد تقريبا. 2. واحد في العربية
الست بتبيع أسد الله يعينها يا رب. بسم الله. أنا مش عارفة ليه بتاع بيعمل كده. موبايل يا ساتر. اللهم صل وسلم على سيدنا. الأمن بتوع المرور ممكن يديهم. ايه الجو ده؟ الجو ده سقعان. ليه يا عمر؟ لو عليا اقفله. يلا خد ولا الحمد لله. رحمكم الله. فين الناس؟ لف 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 لف. لا هناك اهو. مفيش حد يا أم. في اهو يا بنتي الناس اهو. مش شايفاهم اهو. مفيش حد. اهو اهو شايفاهم. انت شايفه حاجه؟ احنا انا شايفاهم. مالك؟ ده واحد. انت مش شايفاهم؟ دول اتنين. اكيد مش هيجيلك من بعد ايه؟ مش هيجيلك من هناك. مش كده البنزين اصلا. كده البنزينة مش فيه ناس بتبقى. ما هنروح كده بقى نشوف لو في ناس عند المقابر، بعدين نروح عند التاني.
كم واحد؟ كم واحد؟ احنا 8. معلش وقع بقى. ماشي. استنى. انتوا بقالكوا هتقعدوا كتير هنا؟ اه يعني على طول؟ لحد بعد العيد الكبير ان شاء الله. ماشي يا مدام. كل سنه وانت طيب. شكرا لحضرتك. ماشي يا مدام. بألف هنا. ماشي يا باشا. فيها قدام هنا حد؟ في القريه اللي جايه دي تحت. كده امشي كده؟ من عند الجامع خش يمين. ماشي شكرا. فاضل قد ايه؟ فاضل قد ايه؟ لسه يا ماما. 1 2 3. بيبقى طعمه حلو هنا يا رب. حد يجي طب ولا احنا نروح؟ ممكن تيجي؟ اسأليه هو كام؟ هو كم في 9. انا ما اعرفش اول كام اصلا. كم واحد؟ كم واحد؟ كم واحد؟ روحي كده يا ماما، وانت رايحه منين؟ ايه ده؟ لسه بيصور؟ فوق هنا. فوق فين؟ نخش لهم جوه. هتخشي وتطلعي منين؟ هطلع. تطلعي منين؟ هطلع هنا. ازاي؟ طب هما جايين فين دول؟ هما الاتنين اللي جايين دول. طب ماشي، ما هما جايين. ايوه. تصدقني فوق كمان هنا. خش لهم وخلاص. هما جايين من أي ناحية بقى؟ معرفش. السلام عليكم. ممكن تقبلوا مننا رز بلبن ده؟ ماشي. في حد كده ولا نلفوا الناحية التانية؟ لا بس هنا مفيش طريق. ايوه ما انا فاهمة. هم فين الناس التانية؟ العمال على عماير، على اسفلت، على عماير هتدلك العماير دي. يعني اطلع على الاسفلت؟ ماشي. بألف هنا.
واحد؟ كام واحد؟ طب احنا معانا اخر 5 رز بلبن بألف هنا. معلش بقى انتوا اخر موقع، احنا لفينا من الناحيه التانية. معلش العلب اتطبقت. خلاص معلش بقى انتوا موجودين على طول. ان شاء الله. ماشي ماشي ان شاء الله الاسبوع الجاي بقى. شكرا لحضرتك. تمت بحمد الله، تم بحمد الله توزيع الكمية كلها. اللهم لك الحمد. اجعلها يا رب صدقة على روح أبويا وأمواتنا وأموات المسلمين يا رب، من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق. اهو فعلا احنا كنا جايين هنا من